بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ وحشتوني، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. انا اكله في مطبخي. يا ريت تحطوا اشتراك وتفعلوا الجرس ونكتبوا تعليق حلو كده. النهارده بقى معانا اكله جميله، الشيش. طعم جميل وجوسي جدا، واحلى من المطاعم بكتير. معانا صدر فرخه، منضفينه وغسلينه كويس قوي، مصفيينه. هنقطعه بقى قطع صغيرة. ممكن تستخدمي في الوصفة دي الوراك او الصدور او الوراك مع الصدور. انا استخدمت الصدور هنا. جبت صدر فرخة، بقطع بقى مكعبات متساوية. وبنشيل الزوائد اللي احنا مش عايزينها منها، وبنقطع بقى بقية الصدر كده قطع كده شبه بعضها. كده خلصنا اهو تقطيع الصدر. هجيب بولة بقى واحط فيها معلقتين زبادي، ربع كوباية خل، معلقتين زيت، نص معلقة صغيرة فلفل اسمر، ونص معلقة سبع بهارات، وربع معلقة بابريكا، وربع معلقة زعتر، وربع معلقة صغيرة او اقل من ربع جنزبيل، و... وقرفة بس مش كتير يعني، حبة صغيرين، وخمس او ست فصوص توم، ومعلقة صلصة. وهضرب كل ده كويس. وعندي عصير بصل هنا، مية بصل. هنزل بقى بالفراخ بتاعتي هنا واقلبها كويس قوي، وادخلها بقى التلاجة. يعني ممكن اعملها قبلها بيوم بالليل، او اعملها يعني اقل حاجة قبلها بساعتين، عشان تشرب التتبيلة وتبقى طرية كده معاكي وتبقى جوسي وطعمها حلو، وما تتعبكيش في الشوي. لكن ما ينفعش تعمليها وتروحي تشويها على طول عشان حتى تاخد الطعم. هجيب بقى بصل وفلفل الوان، هقطع البصل زي ما انتم شايفين كده مكعبات كده. هجيب الفلفل برضو، هقطع كل مكعبات فلفل احمر واخضر واصفر مع البصل. الوان بتبقى عاطيه شكل جميل قوي، واكلة مفيدة وصحية يعني. تنفع بقى للرجيم، للاكل العادي، يعني مفيدة جدا. بصوا بقى، هنشكل نجيب طبعا عصيان الشيشة، نبقى حطينا في مية سخنة حوالي ربع ساعة كده عشان متحرقش منك على الطاسة. هنحط بقى بصل وفلفل الوان والفراخ، وفي الاخر تقفلي. ولو عندك طماطم شيري بتقفلي بيها في الاخر كده، بس هي مش موجودة عندي فعادي استغنيت عنها. وبالنسبة للبهارات، يعني هو اهم حاجة في الوصفة الفلفل الاسمر والملح، وممكن السبع بهارات والخل والزيت والزبادي، حاجات اساسية. لكن بقى البهارات، في بهارات تانية مش موجودة، الزعتر مش موجود مفيش مشكلة، الجنزبيل مش موجود. يعني بصي، لو فلفل اسمر وملح بس مفيش مشكلة، يعني ايه الموجود اعملي بيه، يعني متخليش حاجة توقفك. يعني بصي، اقل حاجة يعني اهم حاجة الفلفل الاسمر في كل حاجة والملح. الزعتر مش موجود مفيش مشكلة، البابريكا الحاجات دي مفيش مشكلة خالص. اهو زي ما انتوا شايفين بقى، تشكلي زي ما انت عايزة. تحطي البصل والفلفل بقى، شكلي بقى كده في الالوان. من الاكلات البسيطة والخفيفة اللي ما بتاخدش وقت، وطعمها لذيذ جدا، اولادك هيحبوها. اهو نكمل بقية الكمية كده زي ما انتوا شايفين، ما شاء الله قدامكم اهو. خلصنا كمية، يعني الصدر عمل لنا كمية حلوة. يكون عندك عزومة برضو تعمليها صنف كده من ضمن الاكلات اللي بتعمليها، جميل جدا ومنظره شيك على السفرة. هجيب بقى طاسة واحطها على النار واسخنها، واحط زيت بسيط كده، واحط بقى ايه الشيش بتاعي. ممكن بصي لو مش عايزه تعمليه على الجريل تحطيه في طاسه في الفرن عادي خالص. وممكن برضو ما عندكيش الجريل تحطي في طاسه عاديه على النار من فوق، مفيش مشكله.
بصوا انت بتديه بقى صدمة من ناحيتين كده ياخد لون، وبعد كده بقى ايه بتوطي عليه وبتغطيه حوالي 10 دقايق، وبيطيب بسرعة مش بياخد وقت خالص، لانه بيقعد في التتبيلة وقت كافي، فبيبقى طري ومش بيبقى ناشف وبيطيب معاكي بسرعة. والخضار بيبقى طري خالص، يعني هو بياخدش حوالي ربع ساعة على البوتاجاز. شايفين ما شاء الله عامل ازاي؟ هطلع بقى واحط باقي الكمية معايا. برضو هديله صدمة من ناحيتين، وبعد كده اوطي واغطيه. وزي ما انتم شايفين قدمت اهو مع رز بسمتي، وممكن تقدميه مع عيش مع مكرونة، وبرضو بتقدمي بالشكل اللي انت عايزاه. من ألذ الاكلات اللي هتجربوها، وجوسي جدا، وما خدش حاجة وقت، ما خدش وقت مني على الجريل. قدمته اهو مع رز بسمتي. من بصوا كان طعمه لذيذ جدا وطري قوي. جربوه ان شاء الله هيعجبكم، واكتبوا لي رأيكم في التعليقات. يا ريت تحطوا لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد. بحبكم في الله، هتوحشوني. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.